حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايه لكم بطريقه جميله قوي. كلنا بنسمع طبعا عن المرق الصعيدي. المرق الصعيدي ده يا ترى ده بيتعمل ازاي؟ طعمه، عايزه اقول لكم طعمه خرافي، جنان جنان بمعنى الكلمه. ومقاديره سهله ومش مكلف. تعالوا اقول لكم المرق الصعيدي ده بيتعمل ازاي. اول حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من اكلاتي البسيطه السهله اللي ان شاء الله باذن الله تعجبكم. اول حاجه هنجيب البصل. احنا عايزين البصل مسلوق. احنا هنجيب البصل كده ونقشره، بعد كده نحطه يتسلق في الميه، او لو انتي مثلا بتطبخي ممكن تحطيه في الشوربه لحد ما يستوي البصل من جوه كده اهو، شايفين؟ وبعد كده بنجيب طماطم. برضو انا بشجع ان انا اسلق الطماطم بتاعه المرق، ما اخلطهاش كده عشان بتدي برضو تيست اجمل من وهي كده. وبعد كده سمنه، بس طبعا هو مش هياخد كل السمنه دي عشان ما تتخضوش، على حسب الكميه. انا يعني انا عن نفسي بحب اعمل كميه كبيره عشان اخزن المرق في التلاجة. على فكره ينفع قوي في قصه التخزين. انت لو جالك ضيف على فجاه هيعجبك المرق ومش هتبطلي تعمليه وهتخزنيه في التلاجة عشان هينفعك في العزومات بعد كده. بعد ما جبنا الحاجات دي، اول حاجه هنعملها بعد ما سلقنا البصل، هنحط البصل في الكبه وهنفرمه فرمه نظيفه كده وحلوه. وبعد كده هنروح بيه على حله وهقول لكم هنعمل ايه. استنوني لحد ما نفرم البصل مع بعضينا كده. جبت الكبه، احط البصل، هو مسلوق طبعا فكده كده الكبه هتفرمه، مش محتاجين ان احنا نقطع البصل. بعد ما فرمنا كل البصل هنحطه في حله كده. واوعي تقولي لا مش هسلق البصل انا هفرمه كده على طول، مش هيديكي نفس الطعم بتاع المرق اللي هو الساي ده. هيديكي المرق العاديه اللي احنا بنعملها في بيوتنا كلنا، سواء لمحشي سواء للفاصوليا او للبسله. لكن لازم تسلقي البصل، ده شرط اساسي. ده زمان كان في الصعيد كمان مش بيضربوه في خلاط او في كبه. البصل كانوا في حاجه كده اسمها يعني بالصعيدي مهراك، حاجه كده خشب تقيله من تحت وليها عصايه كده خشب رفيعه، ويفضلوا يدقوا في البصل في الحله لحد ما يبقى كده مفروم. لكن احنا دلوقتي طبعا عشان في عصر التكنولوجيا فبنفرم البصل في الكبه، وفروا علينا المجهود الجبار ده. بعد كده هننزل بالسمنه على البصل. بعد ما فرمناه حطيناه على البوتاجاز، هننزل بالسمنه بالشكل ده. لازم السمنه تبقى كده غرقانه في البصل، او بمعنى اصح البصل يبقى غرقان في المرق اهو. بصل غرقان في السمنه بالشكل ده. بعد ما نقلبه، بعد ما حطينا السمنه، لو لاحظنا ان هو محتاج شويه سمنه كمان هنديله، لان هو المرق اساسه بصل وسمنه. كل ما تظبطي السمنه والبصل كل ما هيبقى طعمه جميل كده. انا حاسه ان هو لسه محتاج كمان شويه سمنه. السمنه ملهاش طبعا معيار محدد، لان انتي على حسب. في ناس بتحبه غرقان سمنه فبتكتر السمنه، وفي ناس طبعا عشان الدهون مش بتحب تحط سمنه كتير، وده ايه. فعشان كده انا مش هقول لكم معيار محدد، انتي ومزاجك. هنفضل نقلب في البصل كده بالسمنه لحد ما اللون يحمر ويبقى ذهبي كده جميل. هو هياخد معاكي شويه وقت، بس صدقيني هتلاقي طعم جميل. على قد التعب والمجهود في المرق على قد ما هتلاقي الطعم. يعني انا مش عايزه اقول لكم، يعني انا الناس اللي بتيجي عندي من الصعيد بيبقى طبعا طلبهم هو مرقهم. حتى الناس اللي صحاب جوزي اللي هنا لما دقوه كل ما يجوا يتغدوا عندنا لازم المرق شرط اساسي اهو. بصوا بدأ البصل معانا ياخد اللون الذهبي. وصفة ما فيهاش اي توابل ولا اي حاجة غير الملح والفلفل الاسود بس اهم حاجة ان احنا نحط سمنة او زبدة. اوعي تحطي زيت، لان لو حطيتي زيت هتضيعي الطعم خالص اهو. بعد ما حمرنا البصل كويس قوي هننزل بالطماطم المسلوقه. طبعا
هنخلطها في الخلاط او في الكبه، وننزل بالطماطم حبه حبه مش كلها مره واحده بالطريقه دي. حمر البصل كويس لغايه ما ياخد اللون الغامق، عشان لما ننزل بالطماطم بيبهت اللون، بس مش لدرجه تحرقوها يعني. كل ما يتشرب الطماطم ننزل بحبه كمان لحد ما نخلص كل كميه الطماطم، ونسيبه على النار كده يغلي بالطماطم مدة ربع ساعة او تلت ساعة. بعد ما نخلص كل كمية الطماطم نسيبه بالطماطم تلت ساعة على النار. بعد ما خلصنا كل كمية الطماطم زي ما قلنا هنسيبها ربع ساعة او تلت ساعة على النار كده. وبعد ما اخدت التلت ساعة على النار هنضيف الفلفل الاسود والملح، ونظبط الملح بتاعه كويس. نحطله حبة فلفل اسود كده كتار عشان هو بيعشق الفلفل الاسود الملح. كل ما تديله فلفل كل ما يبقى جميل. وبعد كده هنجيب طاجن بالشكل ده، ونحط فيه المرق. احط كوبشين او 3، احط عليهم كوبش شوربه او كوبشين. بصوا اهم حاجه يبقى القوام تقيل مش خفيف، حاجه يبقى القوام تقيل. وبعد كده بعد ما حطينا المرق في الطاجن هننزل عليه طبعا باللحمه بتاعتنا. ويا سلام بقى لو جنب اللحمه فيه كفته نحطها في الطاجن اهو. ننزل باللحمه بتاعتنا على الطاجن بالشكل ده. لو عندك كفته زي ما قلت لك هيبقى الطعم وهمي. اهو بالشكل ده حطينا الكفته وحطينا اللحمه بتاعتنا، او طبعا اللي عنده لحمه بس او اللي عنده كفته بس وحابب يحطها في المرق يحطها يطلع الطعم جميل. بعد كده هناخدها هندخلها الفرن ونسيبها لحد ما الوش كله كده يحمر ويبقى جميل. هنشغل طبعا الفرن تحت وفوق وهنسيبها من نص ساعه لساعه الا ربع، وهتطلع هيبقى الشكل جميل بطريقه ما تتخيلوش. يلا بينا الشكل النهائي بتاع المرق. شايفين جماله ازاي؟ احلى مرق صعيدي ممكن تاكلوه في حياتكم. يا رب يعجبكم، جربوا يعجبكم كده ويبقى خفيف على قلبكم. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.